السلام عليكم إخواني أخواتي. اليوم غادي نهضروا على واحدة من القضايا اللي هزات الرأي العام المغربي مؤخرا، وبالضبط من قلب مدينة سطات. جريمة اللي خلات بزاف ديال التساؤلات مطروحة: واش هي خيانة؟ واش هي تصفية حسابات؟ ولا هي فخ ديال النصب والابتزاز؟ اليوم غادي نغوصوا في أعماق هذه القضية. كاينين مستجدات خطيرة وخطيرة جدا حول هذه القضية، ونكشفوا لكم التفاصيل اللي خلات عائلة شرطي مغربي تعيش كابوس حقيقي. خليكم معنا إخواني أخواتي حتى الأخر باش تفهموا كيفاش تحول شرطي مرور لضحية ديال شبكة استغلال. الزمان إخواني أخواتي هو ليلة الجمعة، والمكان حي السماعلة بمدينة سطات. ساكنة فاقت على خبر كالصاعقة تم العثور على جثة شرطي من مواليد 1975، أب لأسرة، يعني السيد بوليداته وعنده أسرة ديالو، غارق في دمائه في منزل. وهنا تكمن المأساة. الإصابة كانت بالغة على مستوى الرأس، الشيء اللي خلى المصالح الأمنية والشرطة العلمية والتقنية تعلن حالة استنفار قصوى. الدار كانت عامرة بالأسئلة إخواني أخواتي، والبحث الجنائي بدا من الثانية الأولى. شكون عنده مصلحة يصفيها لهذا الرجل؟ واش الخدمة ديالو كشرطي مرور هي السبب، ولا كاين ما هو أعمق؟ بزاف ديال الاشاعات دارت في السوشيال ميديا كتقول باللي كاين خيانه زوجيه، ولكن الحقيقه المره خرجت على لسان الزوجه المكلومه. الزوجه كشفت حقائق صادمه كتقلب الموازين، كتقول باللي المرحوم كان ضحيه لعمليه ابتزاز ممنهجه، يعني ابتزاز عاطفي ومالي في نفس الوقت. كاين فتاه عشرينيه، يعني هي الفتاه اللي كتدور عليها الاخبار حاليا وكتروج عليها الاخبار، كانت كتحاول تضغط عليه بالزواج، وفي نفس الوقت كانت كتطلب مبالغ ماليه مهمه. ولكن واش هذه الفتاه كانت خدامه بوحدها؟ قطعا لا، وهذا هو مربط الفرس. التحقيقات بينات باللي كاين عقل مدبر وصديق لهذه الفتاه هما اللي نصبوا هذا الفخ لهذا الرجل. الفكره كانت هي جعل الشرطي فريسه سهله باش يبتزوه في رزقه وفي سمعته كونه رجل امن، وهذا الشيء اللي استغلوه هاد المجرمين. دابا اخواني اخواتي ركزوا معايا مزيان في هذه النقطه. هاد الشبكه الصغيره كانت كتلعب على الوتر الحساس، ربما صوروا فيديوهات او استغلوا مواقف معينه باش يخليوه تحت رحمتهم. الشرطه القضائيه دابا خدامه على الهواتف والاتصالات اللي كانت بين الفتاه وبين شريكها. بطبيعه الحال من بعد ما تم القاء القبض على الفتاه، من بعد ما هي اعترفت بهذه الاعترافات الاوليه اللي هي دابا راهن الاعتقال حاليا، اكدت باللي كاين شريك اخر هو اللي نفذ الضربه القاضيه. هذا الشريك دابا صادر في حقه مذكره بحث وطنيه، وهذا الشيء هو اللي كان كيطرح بزاف ديال التساؤلات. الناس كيقولوا كيفاش هذه السيده قدرت تغلب رجل امن، يعني سيده في العشرين ديال العمر ديالها. هنا غادي توضح بانها معها شي شخص اخر هو اللي قام بالعمليه. المنطق كيقول باللي بنت عشرينيه ما يمكنش تقتل رجل امن بدم بارد وتواجه بوحدها، ضروري من مساعده خارجيه. وهذا الشيء اللي كيبين باللي الجريمه كانت مدبره بدقه. إخواني أخواتي، هنا لازم نتوقفوا ونطرحوا تساؤل أخلاقي وقانوني. إن ما تعرض له هذا الشرطي هو جريمة مكتملة الأركان. الابتزاز كيوصل الإنسان لحيط مسدود بطبيعة الحال كيف ما كنقولوا، وهذا الشيء اللي وقع لهذا السيد. التحقيقات مازال مستمرة باش يعرفوا واش كاين ضحايا آخرين لهذه العصابة. النيابة العامة متبعة الملف خطوة بخطوة، والهدف هو توقيف الشريك الفار باش تبان الحقيقة كاملة. واش كان الابتزاز هو السبب الوحيد، ولا كاين تصفية حسابات عندها علاقة بالخدمة ديالو؟ كل الاحتمالات واردة حتى يسالي البحث. شكرا لكم على المتابعة، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.